السلام عليكم. أهلا بكم في ما وراء العلاقات، المكان اللي بنحاول فيه نفهم نفسنا ونفهم اللي حوالينا ونكتشف الحاجات اللي ساعات بنكون مش شايفينها في نفسنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تكون موجودة فيك من زمان، بس عمرك ما اعتبرتها علامة على إنك شخص كذاب. والأغرب إن جاذبيتك ممكن تكون واضحة للناس أكتر ما تكون واضحة ليك أنت. لو الصفة دي موجودة فيك اعرف إنك جذاب أكتر مما تعتقد. خلينا نشوف إيه هي الصفات. الصفة الأولى، مش بتحاول تلفت الانتباه. أول علامة إنك مش محتاج تعمل مجهود عشان الناس تاخد بالها منك. مش لازم تكون صوتك عالي في المكان، ولا تحاول تبقى محور الكلام، ولا كل شوية تنزل تعمل حاجات عشان تلفت الانتباه انك انت موجود. بالعكس، الشخص الجذاب غالبا بيكون مرتاح في نفسه، يدخل المكان بهدوء، يتكلم لما يكون عايز يتكلم، بيسكت لما يحس ان مفيش احتياج ان هو يتكلم. وده بيخلق نوع غريب جدا يا جماعة من الفضول. الناس تبدأ تسأل نفسها، هو ليه هادي كده؟ هو بيفكر في ايه؟ هو واثق في نفسه للدرجة دي ازاي؟ والفضول نفسه هو جزء من الجاذبية، ده بيخليك جذاب. طيب، الصفة التانية انك مش بتجري ورا القبول. لو انت من النوع اللي مش بيحاول يرضي الناس كلها، فدي علامة انك انت جذاب، ودي علامة مهمة جدا. مش معنى انك مش مهتم بالناس، لكن ده مش معناه كده، لكن معنى انك مش مستعد تغير شخصيتك عشان حد يحبك. لو حد مش متفق معاك عادي، لو حد مش عاجبك اسلوبه عادي، لو حد مش مقدر قيمتك مش هتفضل طول الوقت تحاول تثبت له انك تستحق التقدير. وده بيخلي عندك حاجة اسمها الحضور المستقل. والحضور ده يا جماعة جذاب جدا على فكرة. انك تسمع اكتر ما تتكلم، ودي من اكتر الصفات اللي الناس ساعات مش بتاخد بالها منها. الشخص اللي بيعرف يسمع ويركز ويدي اهتمام بيخلي اللي قدامه يحس ان هو شخص مهم جدا، مش مستني دوره انه يدخل في الصف عشان يتكلم. مش بتيجي تتكلم يقطعك وانت بتتكلم، مش بيحول كل الحكايات لحكاية تكون خاصة بيه هو لوحده. بيسمع فعلا بانتباه وتركيز، وعشان كده الناس بتحب ان هو يكون موجود. لان الجاذبية يا جماعة مش دايما في انك تقول كلام يخلي الناس تنبهر بيك خالص. احيانا الجاذبية في انك تخلي الشخص اللي قدامك يحس ان هو مسموع ومفهوم، وده اهم بكتير. عندك حياتك الخاصة بيك، ودي مهمة برضو على فكرة. عندك شغلك، عندك اهتماماتك، عندك أصحابك، عندك حاجات بتحب تعملها، عندك أهداف بتحاول إن أنت تحققها. يعني حياتك مش متوقفة على شخص واحد بعينه، شخص معين. لأن كل أما يكون ليك حياتك الخاصة أنت مستقل. يعني حياتك هتدخل في علاقة هتكون فيها شريك، مش هيكون الشخص بتدور عليه عشان يملى الفراغ اللي انت حاسس بيه. لما تكون كل حياتك متعلقة بشخص واحد يبدأ يظهر الاحتياج. لكن لما يكون عندك عالم بتاعك، العالم الخاص بيك، بتدخل العلاقة وانت مش فارق معاك اللي قدامك. مش فارق ان هو انت مستهتر بيه، لا،
مش فارق ان بتدخل العلاقة ان انت بتشارك حياتك مع شخص تاني، مش بتدور على حد ينقذك من الفراغ اللي انت بتبقى عايش فيه. وده فرق كبير جدا على فكرة يا جماعة، وده جزء ان في ناس كتير بتنجذب للشخصيات دي اللي ليها العالم بتاعها الخاص بيها، اللي حياتها مش واقفة على حياة حد. بتعرف تقول لأ. الشخص اللي عمره ما بيقول لأ ممكن يكون طيب، ممكن يكون طيب جدا كمان، لكن ده مش معناه ان هو شخص كذاب. الجاذبية احيانا بتظهر في الحدود. لأ، ده مش مناسب ليا، مش هقدر، مش موافق عليه، الطريقة دي مش مقبولة بالنسبة لي في الكلام، من غير خناق وباحترام وبتقدير، ومن غير صوت عالي، ومن غير تجاوزات، ومن غير محاولة لإهانة الطرف التاني. مجرد ان انا بحط حدود واضحة للي قدامي. ولما تعرف تحط حدود من غير عدوانية، ومن غير ما تتخطى حدودك انت نفسك اخلاقيا، الناس بتبدأ تشوف ان عندك قيمة لنفسك، انت عملتها، انت صنعت لنفسك قيمة، فغصب عنهم هم هيشوفوا ان انت عندك قيمة لنفسك. مش بتكتشف او مش بتكشف كل حاجة عن نفسك بسرعة. وده مش معناه انك تتعمد انك تكون شخص غامض او تتعمد انك تكون شخص صعب، لا. لكن مش لازم ان انا اول ما اقابل اي حد اقول كل اسراري، احكي عن كل حياتي، تاريخ حياتي كلها اقولها له، اشرح كل نقطة في شخصيتي. ما ينفعش. سيب الناس تعرفك بالتدريج. ليه بالتدريج؟ لان الانسان لما بيكتشف اللي قدامه واحدة واحدة بيكون في فضول، لسه عايز يعرف اكتر عنك. لكن لو من اول يوم انت عرفت وقلت كل حاجة، مش هيكون في مساحة للاكتشاف، ما انت كده كده عرفتهم كل حاجة. فخلي الناس تشوفك واحدة واحدة وتكتشفك واحدة واحدة. بتعرف تمشي لما يتم التقليل منك، ودي يمكن أقوى علامة من العلامات الجاذبية. الشخص الجذاب مش معناه إن كل الناس هتحبه، وبرضه ولا إن كل محدش هيرفضه. أكيد في ناس هترفضك، وأكيد في ناس مش هتحبك، لكن الفرق إنه لما يلاقي علاقة بتكسره باستمرار وبتضايقه ومش مرتاح فيها، مش بيقعد يترجى عشان يكمل فيها. مش بيقعد يقول لا معلش، لا استنى، لا ما تمشي. لما يحس ان وجوده بقى مش متقدر بيمشي. بيعرف يقول انا مش هكمل بالشكل ده. الانسحاب من مكان مش مناسب ليك هو مش ضعف ليك، احيانا بيكون اقوى دليل انك عارف قيمة نفسك. فلما انت تبقى عارف قيمة نفسك وتنسحب من مكان مش مرتاح فيه او من علاقة انت مش مرتاح فيها، يبقى انت شخص جذاب. مش محتاج تثبت انك جذاب، ودي المقارنة. كل ما الشخص يكون مشغول جدا بإثبات ان هو عايز يثبت ان هو جذاب، وكل بقى ما الموضوع ممكن يظهر بشكل مصطنع. لكن الشخص المرتاح مع نفسه مش محتاج يقول أنا مرغوب فيا، مش محتاج يقول كل الناس بتحبني، مش محتاج يقول أنا جامد. هو ببساطة عايش حياته، وده بيخلي الناس تلاحظ الجاذبية من غير ما هو يطلب، هم أصلا ملاحظينها. في النهاية يا جماعة، الجاذبية مش شكل وبس. ممكن شخص جميل في ملامحه لكن وجوده ليك متعب. ممكن شخص شكله عادي جدا
لكن لما يدخل مكان تحس فيه حاجة مختلفة. الاختلاف ده على فكرة ممكن يكون الثقة في النفس، ممكن يكون هدوء، ممكن يكون ذكاء اجتماعي، حدود هو حاططها، اهتمام بالنفس، أو بساطة تحس إنه شخص بسيط، إنه مش بيحاول يبقى شخص تاني عشان يعجب الناس. فلو لقيت إن أكتر من صفة من دول موجودين فيك، ممكن جدا تكون جذاب أكتر من ده أنت تتخيله. بس أهم حاجة ما تحاولش تدخل في سباق، ما تحولش الجاذبية دي لسباق، مسابقة. احنا مش في مسابقة مين جذاب أكتر من التاني. مش مطلوب كل الناس تحبك، مش مطلوب كل شخص ينجذب ليك. على فكرة المهم إنك تكون مرتاح مع نفسك، عارف قيمتك، عارف شخصيتك، حاطط حدود لنفسك، عارف مين يستحق يدخل حياتك ومين ما يستحقش إنه يدخلها. ولو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك، اكتب لي في التعليقات إيه أكتر صفة من دول موجودة فيك. وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، لأن لسه في أسرار كتير ما وراء العلاقات. شير ولايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.